أهلا بكم إلى هذه الحلقة المثيرة حول شخصية ساهمت في تاريخ الجزائر المعاصرة، ولكنها كانت ضحية لمؤامرة كبرى جعلتها تحبس إجباريا لمدة تفوق 14 سنة. إنه أحمد بن بلة، الرئيس الجزائري الأسبق وأحد المساهمين في الجزائر الحديثة. فمن هو هذا الرجل؟ وكيف تم الانقلاب عليه؟ وما هي أسباب ذلك؟ تابعوا معنا إلى النهاية. يعد أحمد بن بلة أحد الشخصيات البارزة في تاريخ الجزائر الحديث، فقد كان أول رئيس أدعى للجمهورية الجزائرية المستقلة بعد سنوات طويلة من الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي. ولد بن بلة عام 1916 بمدينة مغنية، ونشأ في ظل الاحتلال الفرنسي، وهو ما دفعه إلى الانخراط مبكرا في العمل السياسي والمقاومة المسلحة. شارك في الحرب العالمية الثانية، لكنه سرعان ما انقلب على الاستعمار وانخرط في صفوف الحركة الوطنية الجزائرية ليصبح أحد القادة البارزين في جبهة التحرير الوطني التي قادت الكفاح المسلح ضد فرنسا حتى تحقيق الاستقلال عام 1962. بعد الاستقلال تولى بن بلة رئاسة الجزائر ليبدأ في تنفيذ مشروعه الاشتراكي الثوري، مستندا إلى تحالفات خارجية. تميزت فترة حكمه بسياسات التأميم والإصلاح الزراعي ومحاولة فرض مركزية السلطة تحت راية الحزب الواحد. غير أن هذا التوجه إلى جانب طموحات تشريع الفتي في ممارسة الحكم الفردي جعله يصطدم بالعديد من القوى داخل النظام الجزائري، وعلى رأسها وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين، الذي كان شريكا أساسيا في الثورة، لكنه لم يكن راضيا عن سياسات بن بلة، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع المؤسسة العسكرية وقراراته الاقتصادية التي أثارت استياء بعض النخب. في 19 من يونيو عام 1965 قاد بومدين انقلابا عسكريا أطاح ببن بلة دون إراقة دماء، حيث تم اعتقاله ووضع قيد الإقامة الجبرية لمدة تجاوزت العقد ونصف العقد، قبل الإفراج عنه لاحقا في عهد الشاذلي بن جديد. كان الانقلاب نتيجة تحالف بين العسكريين وبعض السياسيين الذين رأوا في حكم بن بلة تهديدا لاستقرار البلاد، خاصة مع تصاعد الخلافات الداخلية، كما أن علاقاته الخارجية رغم أنها كانت تعكس دعمه لحركات التحرر العالمية، خلقت توترات داخليا مع بعض القيادات التي رأت فيها مخاطرة غير محسوبة. أما عن تقييم ما جرى، فبين من يراه ضحية مؤامرة استهدفت إنهاء مشروعه الثوري، ومن يعتبره نتيجة طبيعية لتجاوزاته في إدارة الحكم، يبقى بن بلة شخصية جدالية في التاريخ الجزائري. فالانقلاب عليه لم يكن مجرد صراع شخصي، بل كان انعكاسا لصراع أكبر حول توجهات الدولة الجزائرية الوليدة، بين من أراد قيادة مدنيا سياسية مستقلة
عن المؤسسة العسكرية، وبين من رأى في الجيش صمام أمان وضامنا لاستقرار الحكم. ومهما يكن من أمر، فإن الانقلاب على بن بلة كان لحظة مفصلية في تاريخ الجزائر، إذ أسس لمرحلة جديدة طبعها هيمنة المؤسسة العسكرية على المشهد السياسي لعقود طويلة.